أوكي، كنت أود أن أمنتج أول حلقة من الطريق إلى كربلاء، ولكن بدون نوم كان يجب أن نواصل السير، وهذا ما سنفعله. وقبل هذا شاركت في حوار مصغر من قلب الشارع في الزيارة، فهذه الحوارات لها طعم خاص. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أنا وإياكم في لقاء آخر مع أحد زوار أبي عبد الله الحسين. سلام عليكم عزيزي. السلام عليكم وشكرا على هذه الدعوة. أجواء استثنائية والحمد لله الذي أعطانا هذه النعمة لكي نكون مشاركين في هذه الزيارة. الله يحفظكم وتقبل الله أعمالكم. إذا ممكن أنه تعرف لنا عن نفسك ومن أي دولة أنت قادم للعراق؟ ممكن بعض المشاهدين يعرفونني، وممكن البعض لا. معكم صانع المحتوى سعد الجمل، حياك الله. وأستاذ الإنجليزية سعد الجمل. ما شاء الله. ممكن عرفت بالحوارات وخاصة منها الدينية، حيث نوعت في هذه الحوارات بين مختلف المذاهب من السنة إلى الشيعة إلى الإباضية. ما شاء الله. وأنا اليوم بصدد اكتشاف هذه الزيارة الأربعينية وفعالياتها ونقل هذه الصورة إلى المجتمع التونسي والعربي والعالمي. الله يحفظك إن شاء الله. حسب ما قالوا هنا الأخوة، قالوا إنه أنت أول مرة تزور العراق وقادم من تونس. نقول لك حياك الله بين أهلك وناسك. شنو شعورك وأنت أول مرة تدخل العراق، وشنو كان شعورك لما زرت قبر الإمام علي عليه السلام؟ والله العراق وشعب العراق تنطبق عليهم كلمة واحدة: استثنائيون في خدمتهم، في أخلاقهم وطيبتهم وكرمهم. الحمد لله. يعني منذ نزولي إلى مطار بغداد لاحظت كرم الناس، توزيع الماء المجاني، عرض الخدمات، وخاصة لما تأتي إلى هنا إلى هذه الزيارة نحو كربلاء. يعني كل شبر من هذا الشارع ستجد فيه إنسان يلح عليك لكي يقدم لك خدمة، مهما كانت هذه الخدمة. تقديم ماء، تقديم أكل، حتى تقديم مساج. يعني كل الخدمات متوفرة ومجانية، وكلهم تحت راية خدمة الحسين كما يقولون. السلام عليك يا أبا عبد الله. هل حسيت بتعب وانت تمشي من نجف؟ يمكن أول مرة بعمرك تمشي هاي المسافة طبعا، وانت ما متعود انه تمشي هاي المسافات. طبعا الإنسان العادي ليس من العادي أنه يمشي كل هذه المسافة في حياته اليومية، فهذه تجربة لأول مرة تحدث. يعني ممكن خلال حياتي أكبر مسافة مشيتها متواصلة كان 3 أو 4 كيلومترات. أجد نفسي اليوم أقطع قرابة 30 كيلومتر في ليلة واحدة. ما شاء الله. لا أعرف كيف أتت هذه الطاقة أو هذا الصبر، ولكن عندما ترى أناس مسنين يذهبون ولا يكلون ولا يملون، وخاصة لا يتذمرون، فأنت تخجل قبل أن تتذمر. أحسنتم. الله يحفظك إن شاء الله. وأنت متوجه إلى كربلاء المقدسة، هل أكو أمنية بداخلك تتمنى إنه يتحقق بوساطة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وأخيه أبا الفضل العباس؟ والله أنا كنت في حوار تلفزيوني قبل ساعات في قناة لبنانية، فقالت فسألتني ما هي الرسالة التي تريد أن تعطيها لسيدنا الحسين. فأنا لم يكن ببالي هذا الموضوع، فاكتشفت أنه أغلب الزوار أو كل الزوار يأتون ويشقون هذه المسافة لكي يروا الضريح ويروا سيدنا الحسين، ولكن كذلك ليعطوه رسالة. فأنا إلى الآن عم بفكر بهذه الرسالة ماذا ستكون. ما شاء الله. الله يعطيك العافية إن شاء الله، وحياك الله وأهلا وسهلا وشرفتنا. وحقيقة إنه فخر واحد يمشي في طريق سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. نسأل الله لكم دوام الصحة والعافية ويعطيكم العافية ويتقبل أعمالكم إن شاء الله. حياك الله يا حبيبي. شكرا حبيبي، والله يوفقكم في هذه القناة وفي هذه المنصة، ونلتقي في كربلاء إن شاء الله. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أول مرة أكون في تصوير مباشر، يعني أنا عرفت بالبودكاستات والتسجيل المطول لساعات، ولكن هذه أول مرة أكون فيها مباشر وهناك رهبة. حياك الله أستاذ سعد، وإن شاء الله ماكو رهبة ونحن في هذا المكان. هل هي أول مرة تأتي فيها إلى كربلاء المقدسة؟ هذه أول مرة أتي فيها إلى العراق عامة. أول مرة. فكمية الأشياء التي أنا اكتشفتها هذه الفترة لا يمكن للعقل البشري أن يتقبلها كلها مرة واحدة. العراق ليست دولة تزورها مرة واحدة، العراق دولة تزورها مرات ومرات لاكتشافها، لأنها يعني آلاف السنين من الحضارات. أريد شيء من هذه الأشياء مثل ما ذكرت لا يمكن للعقل اليوم إدراكها. أبسط مثال، نعم، نحن الآن في مناسبة استثنائية، زيارة الأربعين. أريد إنسان واحد متدين غير متدين، سني شيعي إباضي سلفي، يمشي هذا الدرب ويرى المشاهد التي يراها الإنسان الذي يمشي في هذه المواكب وهذه المشايات ولا ينبهر. يعني مقعد يمشي، مقعد يضحي ويمشي في هذه المسافة الطويلة وفي هذه الحرارة القاسية. نعم. طفل صغير، نعم، أب وأم يختاران ابنهم الرضيع يمشون به في هذه المشاية. نعم. وناس فاقدين لبعض الحواس أو لديهم بعض الإعاقات ويمشون كذلك. كمية الكرم الغريبة والمهولة لدى الشعب العراقي الذي حسب ما أنا سألت ليس شعبا غنيا، هو شعب متوسط أو تحت المتوسط، ولكنه كريم جدا. فهذه المناسبة وهذا الحدث في حد ذاته من شأنه أن يجعلك تنبهر وتأتي أكثر من مرة فقط لتبصر وتراقب هذا الموضوع وتحاول تفهمه. أحسنت أستاذ سعد. أول مرة يعني عند دخولك إلى كربلاء المقدسة ورأيت هذا المشهد المهيب جدا من الزائرين، من المواكب الحسينية، من الخدمة كما تحدثت وشاهدت كل الفئات هي موجودة في الخدمة الحسينية، بماذا فكرت؟ ما هي الصورة التي استحضرتها؟ نعم. أنا الآن قادم إلى هذه المحطة لكي أصور هذا الحوار. نعم. وأرى موكب روسي، موكب من روسيا. موكب روسي. لم أتوقع يوما قبل مجيئي إلى هنا أن أرى علم روسيا يرفرف في العراق. يعني هذه الدولة احتضنت جميع الدول باختلافاتها الدينية والمذهبية والعرقية، وكلها أتت وشاركت لتخدم في هذه المناسبة الاستثنائية. نعم. عندما تتأمل وتفكر بهذه المشاهد التي رأيتها في كربلاء المقدسة، تعتقد ما السر وراء كل هذه المشاهد؟ هذا هو السؤال الذي أنا بصدد البحث عنه. نعم. وهذا هو السر الذي أنا هنا لتصوير يوميات وخاصة وثائقي عنه. أريد أن أفهم ما هو السر. هل حصلت على إجابة؟ ما هو الحافز؟ بما أنني لم أدخل إلى الآن إلى مرقد الإمام الحسين لا يمكن أن أجاوبك. يجب أن أحس بنفس الإحساس الذي أحس بهم هم. ممكن أن تحصل على الإجابة بمجرد دخولك إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام؟ هذه غيبيات، ولكن يجب أن أبصر وأكتشف هؤلاء الناس بما يشعرون، لماذا يبكون. يعني سمعت أنه كل إنسان يأتي في هذه الزيارة يحمل رسالة إلى الحسين. فعلا. لماذا يحملون رسالة مادية إلى الحسين؟ لماذا لا يقولوا يا الله أريد كذا، يا حسين أريد كذا؟ لماذا يجب أن يحملوها؟ كلها يعني أسئلة عالقة بذهني. أنت أستاذ سعد تسأل لماذا يبكون الناس ولماذا يأتون ولماذا يعني يحملون هذه الرسائل. أنا أسألك اليوم من تونس إلى كربلاء المقدسة، لماذا هذا المجيء؟ ما الدافع وراء هذا المجيء؟ إذا سألت إنسان شيعي نعم. سيعطيك الإجابة المتوقعة التي أنت تعرفها وأغلب الناس لا يعرفونها، لكن أنا هنا في إطار عملي كصانع محتوى أو كإعلامي ومحاور أردت أن أخذ نقلة نوعية من مرحلة من مرحلة الحوار على الطاولة إلى مرحلة التصوير ونقل هذه التجربة من الواقع إلى الإنسان. شكرا جزيلا الأستاذ سعد الجمل بن تونس صانع المحتوى، شكرا وأعظم الله لك الأجر.
بعد يومين، بعد ليلتين متواصلتين من التعب والمشي، كيف نكمل الآن بعد صلاة الفجر؟ بأي معنويات نكمل؟ الآن بعد الفجر سنمشي 250 عمود ونقف عند 1100 وكسور. نرتاح اليوم بعد طلوع الشمس، وطبعا السخانة اليوم 48 درجة هنا ما شاء الله. إيه، نرتاح ثم المغرب ندخل إلى كربلاء إن شاء الله. تذيب الشوكولاتة، كلنا باش ندوبوا. نجل علي مرتضى المؤيد، نجل علي مرتضى المؤيد عن عزمها. هذه ساعات الصباح الأولى، أنتم معي لحظة بلحظة. هذه حلقة طويلة ولكن متأكد أنكم تستمتعون بها. يصمغ بالجذع ابن المتروك، جبت والطاغوت جرى به قضاء كافيا لأولئك الذين اتقوا وإن يعفوا فلينظر العاقبون. قهوة باردة، حتى القهوة الباردة موجودة، حتى القهوة الباردة موجودة من ضمن الخدمات المجانية في حتى القهوة الباردة موجودة بشكل مجاني في الزيارة. انتهت نسمات الفجر، طلع الصبح وطلع معه منسوب التعب، فإن شاء الله نوصل سالمين. مدخل مدينة كربلاء. فرحتي كبيرة كل ما أرى إنسان متابع، وخاصة متابع ويتحدث الإنجليزي وأنا أستاذ إنجليزي. Hello my brother. Assalamu alaikum. This is Amir. Yeah, Amir, where are you from? Yeah, I'm actually from Iran, but now it's around like 4 or 5 years living in Canada. This is the first time I film with a fan who is taller than me. Uh, Who is taller than me? You're the first fan. Really? Yeah, who is taller than me? That's I take it as a compliment. It is a compliment, yeah. هناك نوع من النقد الذي جاء حول اللون الذي لبسته، الأحمر الذي لديه أبعاد رمزية غير لطيفة. ولكن الموضوع أبسط من هذا، فقط انتهت بقية القمصان، هذا الذي بقى. اليوم الثالث، معنويات جديدة، رحلة جديدة، والليلة نصل إلى كربلاء. اليوم الثالث، بأي معنويات ندخل اليوم؟ والأخير إن
شاء الله ساعتين 3 ونحن في قلب كربلاء المقدسة. طبعا المشروبات الباردة هي المساند الرسمي لإكمال هذه الرحلة الطويلة. في أي مسافة طويلة يقطعها الإنسان، سواء كانت مسافة مادية، سواء كانت مسافة نحو النجاح، الثلث الأخير أو الجزء الأخير هو الأصعب. واليوم هو اليوم الأخير من الرحلة إلى كربلاء مشيا، فهذا اليوم هو الأصعب. درجة الحرارة لا تساعد، ولكن كل هؤلاء الناس عندهم هدف واحد وهو الوصول. قدمت بعض الخطب من خطب الإمام علي عليه السلام. هناك أساتذة يشرحون عن نهج البلاغة ويهدفون إلى حفظ نهج البلاغة. هنا المعارف الإسلامية يحكي لك عن الكتب، الإصدارات اللي يصدرها العتبة العباسية. شوف هنا كل الكتب من إصدارات العتبة العباسية، فيقدمها لكم بطريقة مختصرة وبسيطة. هنا الخط العربي، هنا يقدم لك الخط العربي اللي يريد يتعلم، اللي يريد يتعلم ويستفاد. هذا الخط العربي يجيب لنا الاستاذ هنا خط محتوى جدا للزائر، يعني الزائر يجي اللي حابب يكتب باسمه، حابب يكتب فتوى، هنا موجوده. يعني هذا هنا يصير مصحف كامل بخط الزوار، وبالنهايه ينجمع وينحط بمتحف العتبه العباسيه نفس ذاك المصحف. تعال خليني اشوفك المصحف. كله بخط الزوار ينكتب وينجمع وينحط بهذا المصحف هنا. هذا المصحف مال السنه الماضيه. كله مكتوب كتابه يد، يعني كله كتابة يد. كتابة يد من زوار، يعني من زائرين ال40. محطة الفي ار واقعة مشاهدة واقعة الطف بشكل افتراضي 3D، يعني هنا الزائر يتاثر ويندمج بالاحداث اللي صارت معركة الطف، فالزوار هواي يرغبوا هاي المحطة. تجربة. هنا محطة جدا مهمة، محطة التحديات الشبابية. هنا الزائر يجي اللي يواجه مشكلة اجتماعية، مشكلة نفسية، هنا عندنا مختصين بهذا المجال، مجال التدريب ومجال التيوتي. المختصين هنا يقدمون لك الحلول، ويقدمون لك حلول جذرية، يعني المشكلة اللي انت واقع فيها سواء كان مشكلة اجتماعية او نفسية او دينية، فيقدمون لك حلولها بشكل مختصر. جيد. وهنا عندنا متحف، هنا جزء من متحف العتبة العباسية، جزء يعني من مقتنيات العتبة العباسية، يعني فموضوع هنا والزائر يحب يطلع. هذا الكتاب، ما هو هذا الكتاب؟ هذا منسوب للإمام زين العابدين عليه السلام، خط يده الشريف. هذا يعني يقال انه مكتوب في خط يده. هنا مركز ملتقى القمر. هذا المركز يعني تابع للعتبة العباسية المقدسة، يقدم مسابقات وجوائز فتوية، يعني كل اسبوع هم عندهم مسابقة يقدموها ويعطون جائزة للشخص المشارك، يعني ويعطون جزء من يعني مؤلفاتهم ايضا يقدموها للزوار، يقدمون فتوى بسيطة وخدمة نوعية ايضا للزائرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما قصة هذا المركز؟ حياكم الله مولانا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. مركزنا مركز ملتقى القمر الثقافي، تابع قسم الشؤون الفكريه والثقافيه العتبه العباسيه. مركزنا يعنى بالطبقه الشبابيه، الطبقه المثقفه. احنا بمحطتنا هنا حقيقه عندنا عده برامج او مسابقات، مسابقه الطالب الفعال والمسابقه المهدويه والمسابقه المعرفيه. هذا الى محطه تتوقف تنين. هنا محطه الابتزاز الالكتروني، اي شخص يواجه مشكله في مواقع التواصل الاجتماعي او يتعرض للابتزاز الالكتروني، هنا عندنا استاذ حامد وهو مختص يعني في هذا المجال، يعطيك الحلول شلون تعالج هذه المشكله وشلون الطرق الامنه على مود تتجنب المشكله الابتزاز.
كمية الازدحام هون مش طبيعية. كمية الازدحام لا أعرف كيف كل هؤلاء الناس يمرون ويصلون إلى أين يريدون. كنت مع موكب وفجأة ضعت. أنا لا أعرف أين أنا الآن، لا أعرف. هناك كثير من الناس لا أعرف أي أحد منهم وأنا ضايع حرفيا ورسميا. أنا ضعت في كربلاء. كنت مع موكب لم أجد منهم أي أحد. أمامي أناس لا أعرفهم، ورائي ناس لا أعرفهم، وأنا ضايع في كربلاء. هذه الابتسامة ليس ابتسامة حقيقية. أنا من الداخل ضايع، لا أعرف أين أنا ذاهب. شوية لضربتني كربة وأنا نصور لكم في الأجواء. ملخص الحديث: أعلام كأس العالم الكل ريتها إلا علم تونس. والله شعور إنك ضايع في كربلاء ويجوا الناس يتصوروا معك، يعرفوك يتصوروا معك ما يعرفوش أنت ضايع في كربلاء. فإحساس فيه مزيج، لا تعرف تفرح لا تعرف تخمم وين باش تمشي. لا أعرف كيف، ولكن الحمد لله لا أحد يضيع ويتيه في كربلاء. قالوها كثيرا إلى أن رأيتها. طريق الحسين واحد وكل حر سيصل إلى هذا الطريق. الأهم من موضوع التوهان، كم قضينا وكم لا زال للوصول. نحن في العمود 1395 الآن. حرم العباس عليه السلام عمود 1440. يعني 50 عمود فقط، تقريبا 3 كيلومترات. قربنا كثيرا إلى الوصول. بالمشي نحن في قلب كربلاء، في قلب كربلاء. حبيبي سعد يا شبل ابويا الصهود يحزن يوم العزل بيحترق يا ابو السود تقية العزازل العلم في جود يريد وانا اريد الصبر. تتفرج علينا النار، تتفرج علينا النار. ولا مقبول. هذه شاورما أطول مني هذه. محكمة حكومية وفاتحة موكب. محكمة حكومية وفاتحة لموكب للزوار. يا حلي يرد الخيل. وصلنا إلى النزل الحمد لله.